هاد الجمعيات الحقوقية الغير حكومية بالنسبة لنا حنا كمغاربة ماشي مسؤولين على الخروقات ديالهم. انا ما مكلفك تهضر بيا، حنا كمغاربة انا بالنسبة انا كنقولها متبريين منكم، ما تدافعليش على حقي وما تهضرش عليا وما تقولش ما عنديش، وإلا ضراتك شي حاجة سير هضر على راسك. إلا كنتي صحفي منظم من طرف الدولة هضر سيدي محيت الدولة مكلفاك، ولكني صحفي تستحمص ما تهدرش بسميتي. الا قلتي الشعب المغربي كيعاني وكذبتي واعتقلوك ما تجيش غدا تقول لي معتقل سياسي ولا معتقل الراي ولا الصحافه ولا سبع حمص. فهم على قد ما كتعرف، قول داك الشيء اللي عندك انت. ولا متكلفك الدوله وقالت لك سير صور سير الله يعاونك، اما باش يجي يركبوا على الموجه الشعب المغربي ويبقى يضرب في المملكه المغربيه ويضرب في الشعب المغربي، في التالي يقول لك انا ادافع عن القضايا العادله. لا خويا انا ما كنامنش، انا عندي قضاء عادل، ما تدافعش عليا. شكون كلفك باش تهضر علينا حنا كشعب مغربي؟ انا هذا هو الميساج اللي صرت لهم هذا النهار، باش هما منين يشوفوا راسهم ويعرفوا بلي هذا الشعب المغربي راه اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. انا والله شوف كمال، انا احملهم مسؤوليه ديال سلامتي الجسديه، لاننا حنا كمهاجرين اصبحنا نتعرض للتهديد بالقتل في المباشرات. اذا اي حاجه تعرضنا لها ونتمنى انها تبقى مسجله بانهم هم من يتبنوا تهديدنا وتهديد السلامه الجسديه ديالنا. الان اصبحنا نسمع التهديد بالقتل هكا بكل صراحه، اصبحوا يتبجحون، يعلنوا الحرب ديالهم على المواطن المغربي وليس على النظام المغربي، انهم كيهضروا بانهم يهددون العياشه، ما يسمونهم بالعياشه وما يسمونهم بالعبيد، بالتصفيه الجسديه. وهذه لايفات اللي هي مسجله، والان راه ما بقاوش كيحشموا كيقولوها بالعلانيه. وملي كيتفرجوا في لايفات اخرين كيقول لك انا فلان لا يمثلني. لا يمثلك. ملي كتكونوا طالعين بثلاثه ولا اربعه وشي واحد فيكم يتبنى القتل وما كتنزلوش او ما كتبرأش منه في نفس الوقت، انت وياه كلكم بحال بحال، كلكم تتبنوا العنف ضد الدوله وانما ضد المغاربه. اذا من هذا المنبر تنحملكم المسؤوليه على سلامتنا الجسديه. احنا كمواطنين عاديين، احنا ما عندنا علاقه لا بالسياسه لا بتا حاجه. انا امارس مواطنتي، انا مواطن، لان السياسه كيمارسوها الناس ديال السياسه. علاش كتهددني بالقتل؟ علاش؟ اش بيني وبينك؟ اذا اختلفنا في الافكار فما خصكش تكون يعني راديكالي او ديكتاتوري لهذه الدرجه هذه. اذا انتم تمثلون جهه مستعده لخلق الارهاب داخل الوطن وخارج الوطن. نعم. المهم هذا الميساج هذا هو اللي بغينا باش ديك الناس يجمعوا شويه راسهم، يجمعوا قلوعهم. اخوتي انا ماشي شيات للنظام ولا شي حاجه، انا ما ديرنيش اخويا قنطره. الا باغي توصل شي حاجه سير شوف شي كامب، وانا مد اخويا كتقول نتايا حقك كطالب بالعداله الاجتماعيه. واخويا شكون كلفك؟ بالنسبه شكون كلفك انت؟ كيقول لك حقا انا تابع لواحد الجمعيه حقوقيه. واش هي حكوميه تابعه للحكومه؟ لا، تابعه لمن؟ للشعب. وشكون انا ماشي من الشعب، انا ما عندي منبر، ما مكلفك. وإلا عندك شي قائمه شعبيه مكلفك سجلهم، دير قائمه وسجلهم، قولها اللي تابعيني باش غدا من غدا داك اللي مزيدينك يعرفوا راسهم تا هما فين زايدين. اما حنا راه ما كنكلفوا حتى واحد. نتوما وليتوا غنشر ولوح نشر ولوح، كيجي ديك الخائن اللي في اوروبا كيهز داك الشيء، نتوما كتسردوه لهم على اساس انها معلومات، ولكن هذيك راه هي اللي كتقدم بلا هذاك الواحد اخرين. نتوما مريقلين، انا ما تدخش عليا، انا بريء وهذا الشعب المغربي راه بريء منكم. والقضاء لا تكلم، انت كتدافع على الحقوق وكتدافع على العداله الاجتماعيه. علاش حنايا وزير العدل عندنا باش جي انت تدافع على العدل؟ زعما انا ادافع على العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه اذا انت زعما انت اللي فاهم، وسير جلس بلاصه. العداله الاجتماعيه كمال لم يحققها حتى مع اسرته، لان ليس من العدل ان تحرم زوجه وابناء
من ارض الوطن، لانك انت مسخوط ديال الوطن. اذا انت لا تحقق العداله في الاسره ديالك، ما ذنب هذوك الوليدات وما ذنب هذيك الاسره انها تمشي في الخط ديالك اللي هو خط عوج، ما ذنبهم؟ اذا حقق العداله الاجتماعيه في الاسره ديالك، عاد حققها في الوطن، لاننا ما تحققاتش داخل الاسره ديالك لن تتحقق داخل الوطن. ابدا من راسك انت هو الاول. هل تحقق العداله في الاسره ديالك؟ ما كنظنش. هل تقوم بصله الرحم مع الاسره ديالك في المغرب؟ انت خلقتي مشكل اللي خلاك منبوذ وخلاك بعيد عن المغرب، وكتعلق الشماعه ديالك على ما يسمى بالتهجير. هذا المصطلح اللي كيستعملوه، المغرب لم يهجر ولن يهجر مواطنيه ابدا عبر التاريخ. كيدخلوا من البوليزاريو اللي ايديهم ملطخين بالدماء واللي ما عمرهم عرفوا المغرب شنو هو، وكيدخلوا وكيقول لهم المغرب وطن غفور رحيم. دخلوا وراه السكنه موجوده، موجد لهم فين يسكنوا. لي زابارتمون ديال البوليزاريو او ديال المختطفين سابقا او العائدين الى ارض الوطن ما كيبقاوش مليوحين. اذا كيفاش كيهجرك هذا الوطن انت؟ بالعكس، الوطن يحتضن ابنائه، ولكن انت مسخوط الوطن. ما عندنا ما نديرو لك، اش بندير لك؟ انت مسخوط، انت ضلعه عوجه، انت ما عارفش راسك شكون. ملي كيسولك بنادم غير شكون انت، تعجز عن الجواب. من انت؟ من تمثل؟ ما هو توجهك السياسي؟ احنا معاك سيدي، بغيت تقلب النظام اجي احنا معاك. شكون انت؟ كيبقى يقفقف قدامك، واذا انا مع من غنقلب النظام وانت ما عارفش راسك انت مع من؟ شكون انت؟ شنو التوجه ديالك؟ شكون هو هذا الزعيم ديالكم نعرفوه؟ يا بغيت تحيدوا محمد السادس، شكون غتحطوا بلاصتو؟ وريوه لينا نشوفوه شكون هو، نعرفوه ونتعرفوا عليه عادي جدا. رئيس البارسا اللي كيغني طفرناه قال لي صام صام وفطر على بصله. اللي كيقول كمال انا متفق معاه. هذوك الناس راه المهم في اطار الدعابه وضحكنا هذا الصباح مع الاخوان. المصطلح والسميه اللي عطيناهم اللقب هو الكراط. انت راه ديك النهار فاش قلت عندكم واحد المداخله قالوا لي المقدم، وصلوا لي واحد جوج ميساجات في الخاص كيقولوا لي تبارك الله على المقدم ديال تيك توك. فاش قلت لكم هذوك الناس راه كاين تنسيق، وراه المخابرات المغربيه ووزاره الداخليه اكدت ان هناك تنسيق ما بين يعني الخائنه ولا الخامجه كما قال مواطن واهبه مع بن قصديره، الاستقطاب بذباب الكتروني منهم مخابرات عبله ومنهم هاد القراطات اللي كنهضروا عليهم هنا في التيك توك راهم معاهم. الاخوان ما تمشيوش معاهم. راه الان راهو كما قال خويا ياسر خرجوا في العلن كيهددوا المغاربه بالقتل. بغا قال لك يقلبوا النظام، بغا يديروا الثوره، بغا يديروا بزاف ديال المسائل والاعمال التخريبيه. وحيت كنشوفوا التنسيق من الجانب الامني ما بين المخابرات الدوليه من المخابرات المغربيه وفي علاقه مع سواء الاتحاد الاوروبي او المخابرات الامريكيه في محاربه الجريمه المنظمه والارهاب، راه كتكون واحد المراقبه وواحد الكونترول صارم. ونتحدث هنا عن الجريمه الالكترونيه. وكما قال كمال هذوك الناس اللي كيجي يدير لك تيك توك ولا يدير تيك توك ولا يدير قناه في اليوتيوب يقول لك انا صحفي، انا فلان، انا ناشط، انا كذا. حذاري وحذاري من هذوك الناس، ما ديروا لهمش متابعه. انا اتحدث هنا ماشي على هذا، نتحدث عن مصدر موثوق اللي هو وزاره الداخليه المغربيه، وهي كتاكد هذه المساله هذه. الاخوان ردوا البال من هاد الناس، ما تفاعلوش معاهم. ان ابي نفسك عن يعني على هذه المشاكل. راه كيغرروا بكم، راه هما كيديروا ديك المساله ديال الدياب المقرطط بغا يقرطط الدياب كاملين. كتشوفوا الخطابات ديالهم ديال الكراهيه ونشر الفكر الارهابي. راه تهجم على واحد الاخ مغربي يهودي كان تهجم عليه ديك النهار، واحد الاخ مغربي ديالنا راه تهجموا عليه في واحد اللايف. راه كاينين مسائل